تأهل المنتخب الإماراتي إلى نصف النهائي بطولة كأس العرب بعد فوزه على نظيره الجزائري بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 عقب انتهاء الوقت الأصلي والإضافي بالتعادل الإيجابي 1-1 في اللقاء الذي جرى مساء الجمعة ضمن دور ربع النهائي. وسيلاقي المنتخب الإماراتي نظيره المغربي في الدور نصف النهائي بعدما تجاوز الأخير منتخب سوريا بهدف دون رد. وعلى أرضية ملعب البيت انتهى الشوط الأول بالتعادل دون أهداف وسط ندرة في الفرص الحقيقية للتسجيل. ومع بداية الشوط الثاني تمكن المنتخب الجزائري من التقدم في النتيجة عبر لاعبه عادل بولبينا الذي سجل هدف الافتتاح في الدقيقة 64. واستطاع المنتخب الإماراتي تعديل الكفة في الدقيقة 64 بهدف أحرزه برونو أوليفيرا مستفيدا من تمريرة حاسمة قدمها لوكاس كايو. سجلت الجزائر أول أهداف اللقاء بواسطة مهاجم الدحيل القطري عادل بولبينا في الدقيقة 46 فيما عدل منتخب الإمارات النتيجة عبر مهاجم الجزيرة برونو في الدقيقة 64. واستمر التعادل في الأشواط الإضافية ليحتكم الفريقان إلى ركلات الترجيح التي رجحت كفة الإمارات. خلال ركلات الحسم نجح الحارس حمد المقبالي في التصدي لركلتين من الجزائر في حين أضاع المنتخب الإماراتي ركلة واحدة فقط. وسيلاقي منتخب الإمارات نظيره المغربي في نصف النهائي بعد أن تفوق هذا الأخير على منتخب سوريا بهدف دون رد في لقاء أقيم على ملعب خليفة بالدوحة. المرجو منكم متابعة صفحتنا والاشتراك في القناة، واضغطوا على زر الإعجاب ومشاركة الفيديو مع الأصدقاء. شكرا لكم.